ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بقى بقشر السمك، بقالي كتير قوي ما عملتوش. يعني يعتبر من اوائل رمضان ما عملتش قشر سمك خالص، كنت شغاله في حاجات تانية. بس رجعنا بقى لقشر السمك لاني ما فيش غنى عنه. الطقم ده ما فيش غنى عنه، كل الوانه. يعني انا كنت صراحه ربنا، هو شغله متعب فكان بيضايقني انا ويخنقني، بس مع ذلك بحبه بقى وبحب شغله. يعني بحب الوانه وبحب فورمته جميله كده، تحس ان ستايل جديد. فمطلوب بقى، مطلوب، ما هعمل ايه؟ مش هقدر اقول حاجه لزبايني، لازم أنا اعمل لهم اللي هم عايزينه. على فكره الطقم دوت من الطقمه المحبوبه، جميل، جميله على على السرير، وبعدين عرايس دي يعني تحسوا ان هي حاجه جديده يعني انا حاساه كده ان هو ليه زهوه. معرفش بقى، مش عارفه اذا كان ايه شغله عاجبكم ولا مش عاجبكم، بس بيكتبوا لي في التعليقات كده ان زي ما انا حاطاه في دماغي انتوا حاطينه كده ان هو ليه زهوه. الفضي جميل والذهبي جميل، كل الوانه جميله. وكمان برضو هنا الخداديه جميله. ديسكو بنحط على السرير، بندلع السراير اهو. اهو بندلع العرايس، بندلع العرايس عشان محدش يقول ان انا حرماكوا من حاجه. بندلع العرايس اهو، شفتوا اهو، كله الوانه، ده كله الوانه. ماشي. ادينا احنا رجعنا لقشر السمك تاني برضو، عشان اللي بيسأل على قشر السمك هنرجع نشتغل ونخيطه قدامهم ونوريكم شغله عامل ازاي. مفيش غنى عن الطقم ده على فكرة، ها، مفيش غنى عنه. يلا بيكتبوا لي في التعليقات بقى، هو عاجبكم ولا مش عاجبكم؟ يلا انتوا 5 حبايبي.